انا كده بقى جهزت، وعايزه اخد رايكم بقى في الاوتفيت بتاعي ده. ايه رايكم؟ ده كوت، ده جوخ، بس جوخ اللي هو الخفيف مش اللي هو التقيل. بصوا عايزه اوريه لكم، اقرب لكم بس كده من الكاميرا. وفي حركات بقى حلوه قوي. سبق قلت لكم انا بحب ان انا اجيب الجواكت او الكوتات بيبقى فيها تفاصيل، مش اي كوت ان انا اجيبه او اي جاكيت ان انا اجيبه. يعني بصي ده تفصيلته عامله ازاي، بصي الياقه. عايزه بس ايه، بصي. والجيب برضو شكله شيك قوي. محدش ياخد باله يا جماعه، اعملوا نفسكم مش واخدين بالكم من الكسره دي. الكسره دي من الدولاب عشان كان وراها جواكت ووراها حاجات وكده، فهو اصلا طويل زي ما انتم شايفين. فالتانى يعني، بس انا اكيد هكويه يعني قبل ما انزل يعني. لي حزام من ورا كده لو عايزه يعني تقفليه او كده يعني، بس انا ما بربطوش، انا بسيبه كده. لبست عليه كمان الشال ده عشان برضو عندنا الجو برد. برضو نفس الحركه برضو اللي هي هنا، نفس الضيقه. مش عارفه انتوا كده شايفينها ولا لا. بصوا برضو جيب برضو، يعني هو ليه جيبي من هنا. جيب دي الطرحه طبعا بتاعتي. يعني مش عارفه ممكن اقلع الطرحه ديت والبس بقى ايه. ممكن البس طرحه تانية، بس انا لابسه الطرحه دي يعني ايه، مديه لون برضو ماشيه مع الكوت. اللون ده شايفين حلوه يعني. كنت هلبس انا واحده بني عشان ايه تمشي على البلوزه دي، شايفينها دي. فقلت لا خلاص بقى يعني ايه، هشوف برضو. بس انا مش عايزه اقفل برضو فوق، لان انا لابسه الشال ده بني زي ما انتم شايفين كده، عشان البوت بني. ايه رايكم؟ قولوا لي بقى ايه رايكم. ايه رايكم؟ يلا اشوفكم على خير واقول لكم باي باي.